السلام عليكم ورحمة الله وعواشركم مباركة إن شاء الله، ومرحبا بكم عندي في القناة. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الكيكة بالقمح الكامل، كتجي زوينة وكتجي خفيفة، كتجي إسفنجية وكتجي زوينة حتى في المذاق. راه لا جربتوها غتعجبكم بزاف. فعلى بركة الله ندوزو المقادير. كنحتاجو واحد زلافة ديال القمح الكامل، وواحد الكاس ديال السنيدة مع مرش، كاس ديال الليمون، وكاس ديال الزيت، 4 الحبات ديال البيض، خمارات، وشويه ديال قشره ديال الليمون محكوكه. كناخذوا كاس ديال العصير وكنديروا البيض مع السنيده، وكنطحنوا مزيان هذاك البيض مع السنيده حتى كيولي اللون ديالو بيض. من بعد كنضيفوا ليه الزيت، وكذلك كنوليو كنطحنوا حتى كيتقال لينا الخليط. من بعد كنضيفوا عليه الليمون. المهم كنبقاو كنضيفوا السوائل بالحاجه بالحاجه وكنطحنوا مزيان. من بعد كناخذوا واحد الاناء وكنديروا فيه هذاك الخليط ديالنا اللي طحناه. كيف قلت لكم مزيان، قد ما طحنا الخليط ديالنا مزيان قد ما كيكه كتجينا رطبه وكتجينا طالعه. كناخذوا القمح الكامل. فانا هنا عبرت بالكاس باش تشوفوا شحال من كاس درت. فاحتاجيت لواحد 3 الكيسان ديال الكاس ديال الشاي، وواحد 2 شصيات ديال الخميره فوريه. فكنبقى كنخلط حتى كيتقال ليا الخليط ديالي، وضفت ايضا شويه ديال الملحه. فهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه ديال الكيكه ديالنا بهذا الشكل. وكنضيف ايضا ديك القشور ديال الليمونه محكوكه، وكنولي كنخلط باش يندمجوا ليا في الخليط مزيان. من بعد راه كناخذ يا اما مهم مول، انا عندي مقله راه كنستعملها لكل شيء صراحه، كتعجبني وكتجي زوينه في الطياب. دهنتها بالزبده ودرت فيها الخليط ديالي. مهم راه نتوما غديروها في المول ديال الكيكه. وكنشعل الفران على عافيه مهيله بزاف حتى كطيب على خاطرها. فكتاخدش وقت كتير في الطياب، كتجي محمره وكطيب من جميع الجوانب، من الفوق ومن التحت، وكتجي زوينه، كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا. حتى انها سهله باش انكم ديموليوها من المول اولا من المقله. خديت شويه اللوز وحمرته، ودرت ليه شويه الناباج من بعد ما قطعته، وشويه الكوك باش غنزوق الكيكه ديالي. فخديت واحد المعلقه ديال الناباج ودهنت بها الكيكه ديالي. ممكن ديروا العسل، ممكن الكوفينتير اللي متوفر ممكن دهنوا به الكيكه. فبالتزيين راه كيبقى اختياري كيف ما كنقولها دائما. خديت هذاك السيركل داير بهذا الشكل هذا، ودرت الكوك من الجناب. ومن بعد خديت هذاك اللوز اللي مقطعاه وضيفه ليه شويه الناباج كيف ما قلت لكم. كنوضعوا الوسط، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي. راها كتجي زوينه وكتجي رائعه، يعني كتجي بنينه بهذاك القمح الكامل. صدقوني راه كتجي بنينه، كتجي فيها واحد البنه خطيره. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى دائما ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد، وبالصحة والراحة وشهية طيبة. وشكرا على تشجيعاتكم وعلى دعمكم اللي دائما كتدعموني وكتشجعوني. الله يجازيكم بخير، وعواشر مباركة بإذن الله.